اللي يضربك اضربه، اللي يفقع لك عينك افقع له عينه، اللي يكسر لك ضلع اكسر له 10، تضربك اكسري لها دراعها. التربية دي خلاص جربناها، سيبنا الطيبة وسيبنا التربية الكويسة اللي اتربيناها واحنا صغيرين وعجبتنا التربية دي النتيجة. ايه رأيكم في العيال دلوقتي؟ عيالكم بقى التانيين قتلة او رايحين في السكة دي، مش بعيد على فكرة. ابنك بقى بيفقع عين صاحبه، بيعميه. احنا مش بعيد. كل ده بسبب التربية بتاعتكم، كل ده بسبب العنف، كل ده بسبب العقد النفسية اللي عندكم. تتهزق في الشغل بتاعك، المدير يديك على دماغك، صحابك يبهدلوك، يفتروا عليك، تطلع تحط عقدك دي على عيالك. صاحبتك تعقدك في نفسك، تكرهك في عيشتك، تخليك تحسي ان عيشتك دي زي الزفت، تطلعيها على عيالك. في فرق بين انتوا بتعلموا عيالكم، طبعا الموضوع ده بيبقى ليه كده اغراض برضو شخصيه، ان انتوا بتحاولوا تتفزلكوا بيهم وتتعايقوا بيهم والحاجات دي كلها وتطلعوا كل الامراض النفسيه بتاعتكم. وفي فرق بين انا بربي عيالي، او على الاقل، على الاقل انا دلوقتي مش متظبط نفسيا وظروف الحياه زي الزفت وحاسس ان انا مش كويس، اسيبه، اسيب ابني من غير تربيه، مش هيحصل حاجه. انت بتتدخل بتعمل ايه؟ بتعلمه العنف لما بتتدخل، بتعلمه يكون مش انسان لما بتتدخل. احنا دي اطفال، دي الاطفال اللي بتفكرنا بالفطره الكويسه. انت مش عارف تعمل كده، انت مش عارف ولا تقاوم الطيبه دي فتحولها لقوه، ولا عارف تعمل حاجه وتخلي ابنك ده شخص صالح وفي نفس الوقت يكون قوي. انت مش عارف تعمل الخلطه دي، فخلاص هخليه عنيف يعني، خليه شيطان؟ انا مش هعمل كده. فهسيب، هو ربنا هيربيه، هو هيبقى على فطرته بقى. انا مش عارف افيده، مش عارف افيده، فما اضرهوش، ما طلعش عليه العقد اللي بشوفها طول يومي، ما طلعش عليه عقد النفسيه، اروح اتعالج وبعد كده اروح اشوف ابني. وما تبررش، ما تقولش اصل هو بيشوفه، من الحاجات اللي بيشوفها، اصل هو بيبقى قاعد على النت كتير، اصل هو بيشوف مش عارفه ايه. احنا زمان كنا بنشوف حاجات كتير، بس عمر ما فطرتنا باظت، فطرتنا الطبيعيه ما باظتش. الطفل اللي قتل الجميل العسل ده، اللي قتل وشرح صاحبه وبهدله، ده غضب وحسد وحقد عشان يوصل لكده. اذا هو مش على فطرته، واذا هو مش طفل. اللي خلاه يحقد ويحسد ويغضب الاحقاد الجميله، اللي بحجم، اللي مش بحجم طفولة، بحجم كبير. يعني عارفة الأطفال ممكن يبقى عندهم حسد وغضب، ما أطفال بس على حجم صغير بسيط، الطبيعي، الغير الطبيعية. لكن الحقد الكبير اللي بيبقى عند شيخ كبير اللي عنده 70 سنة، ده مستحيل. دي بقى من المعجزات إن تبقى موجودة على طفل فتدفعه للقتل، والقتل بطريقة بشعة. ده هنا الموضوع اختلف عن فكرة اللي هو شاف حاجات عنيفة فقلدها. دي حاجة ودي حاجة. فالفطرة الزبالة دي، استغفر الله العظيم يا رب، الفطرة اللي انتوا بوظتوها جواهم دي، اللي هو بدل ما هي كانت فطرة جميلة، فطرة ربنا اللي ربنا خلقها، لا حطيتوا له حاجات تانية، خليتوهم حاسدين، خليتوهم حقودين، خليتوهم زيكم. فشايلين التعب اللي النفسي اللي جواكم، حطيتوه جواهم. هما بيحبوا الناس، بيحبوا الخير للناس، لا انت عبيط، تبقى عبيط زي امك، ما تعملش كده. فحقدك كله تحطيه في طفل صغير، هتطلع عامله ازاي؟ ابنك ولا بنتك ما تستبعدوش ان هم يعملوا كده، وما تفرحوش بيهم، ما تفرحوش بيهم. الموضوع ده لازم يبقى ليه صرفة رادعة. لازم الأهالي دي تتحاكم، تخش في الحكم، مش الطفل. أحداث إيه اللي، جرائم إيه اللي بتتحاكم بطريقة قديمة قوي وسبعينياتي وخمسينياتي؟ لا، الجرائم تطورت، فلازم القضاء يتطور معاها. ده من سمات التطور بتاع البلد. فجريمة زي دي لازم، اللي هو عنف كده بالطريقة دي مش كفاية أحداث، لأ. المنشار الجميل ده اللي كان في إيد الطفل الجميل ده يتحط في إيد أهل الولد اللي مات ويتقتل بيه الطفل ده، يبقى الموضوع رادع. أو أهله، يعني أنا شايفة إن الأهل هم المفروض هم اللي بقى المنشار يجي على الطفل يشوف أهله هم في الحالة دي، يبقى ده موضوع رادع ما يتكررش تاني، عشان الأهل يفتكروا إن هم العيال اللي جايبينهم دول مش للفزلكة، مش ديكور. لأ، العيال دي للتربية مش للتعليم برضو. يعني المفروض بخلف عيال بربيهم، انا خلفتهم ده قرار اناني 100%. انا بقلد صحابي، لا انا مش عايزه اخلف، صاحبتي خلفت قبليه فانا عايزه اخلف، ده قرار ماشي خدناه بشكل اناني. بس فيما بعد خلاص انا جبت حاجه للكون، جبت كائن حي هتحاسب عليه لو مالكيش اي صله بعيالك يعني. هتحاسب عليه، ربنا يحاسبنا عليه. وهتفتكر ربنا حاسبك على انت قريت حفظتي قران ولا لا؟ انت كده عملتي اللي عليكي ابدا. ايه فايده انك بتحفظي قران وهو مش انسان اصلا؟ يعني رتبة عالية أوي موضوع اللي هو هيبقى مسلم دي، بس فكرة إن هو يحفظ قرآن ومثلا يروح بعديها يجيب سيرة الناس وسيرة البنات، هو كده حافظ قرآن ولا فاهم ولا فاهم كلمة فيه حتى، كلمة فيه؟ ما تحفظوش قرآن، عرفيه بس رحمة ربنا، عرفين ربنا رحمن رحيم، ومفروض تبقى رحمن رحيم مع عباده.
زي ما ربنا رحمن معاك ورحيم معاك، لازم تبقى رحيم بعباده. لازم تكون قوي، بس لازم تكون رحيم، لازم تكون إنسان أصلا، إنسان قوي، مش شيطان قوي. مش شيطان قوي، في فرق بين إنسان قوي، في فرق بين شيطان قوي. ولو مش عارف تكون إنسان قوي، على الأقل تكون إنسان. سيبوا عيالكم يكونوا إنسان، يكونوا طيبين، عشان على الأقل ما تاخدوش ذنبهم، ما يتحولوش أشخاص مؤذية للي حواليهم وللمجتمع بتاعهم. والناس اللي زعلانة أوي على الحادثة دي ما تزعلوش، يعني قدر الله ما شاء فعل. في حاجات أوحش، لو الموضوع استمر كده في حاجات أوحش. قولوا بس يا رب الموضوع يقف على كده. الأفكار زي ما هي كده بتاعت الناس، عنف، واللي يضربك اضربه، والطبيعة الفظيعة اللي بقينا بنربيها لعيالنا دي، على القضاء اللي هو ما عندوش ردع، واللي هو بيحاكم الأطفال والحوادث اللي زي دي بطريقة سبعينياتي، وجو التأجيل والحاجات دي كلها. مش سبعينياتي، خمسينياتي، أيام لما كانش في جرائم تقريبا. فلا، القضاء المفروض يتطور كده، يلا صحصح معانا. على كمان دورك انت، لو كنت شخص ملكش يعني في اي حاجه من مشاكل، شخص سوي وطبيعي وبتحب الناس وعادي، وبتربي عيالك تربيه عاديه، او سايب الفطره فيهم ما بتبوظهاش. دورك انت ان انت لو حصل بعد كده تحول في القضيه دي، زي ما بيحصل عاده يعني، وفي لجان مسكتها او صفحات مسكتها، وطلع لك الطفل اللي مسك المنشار ده ان هو كان بيلعب بيه او اي حاجه، ليهم طريقتهم يعني، ما تروحش معاه. ما يكونش الحق كمان بصعوبة هنجيبه كمان، بقى الرأي العام هيبوظ الدنيا زيادة. الناس دي أو الناس المجرمين أو أيا كان، بقى معروف كويس جدا دلوقتي تأثير الإعلام وتأثير الرأي العام على على المجتمع، على العالم كله. فما تستبعدش ان في فلوس بتدفع عشان خاطر، او علاقات، مش شرط حتى الناس دي معاش فلوس، ممكن بعلاقات تدفع عشان خاطر ابنهم ده يتبرأ، او الرأي العام يبقى مع ابنهم، زي ما حصل في قضية نير. طلع الولد اللي هو قتلها ده طلع هو روميو. القصة باينة، ايه ده كريمة باشعة ازاي تعمل كده وخلصنا؟ لا، ازاي؟ فضل الرأي العام رايح جاي، وفضل الموضوع يعدم ويتأجل، مع انها حاجة رادعة. يعني المفروض الموضوع ده يبقى رادع، ان انت عملت جريمة باشعة ايا كانت دوافعك، ما كل مجرم بيبقى ليه دوافع. خلصنا على طول كده، اعدام في ساعتها. ويا سلام بقى لو اهله برضه مسكوا السكينة، اهلها مس اهل نيرة دول مسكوا السكينة راحوا في رقبته على طول، خلصنا قدام اهله كده. ده اسمه قصاص بقى. الناس بقى هتتكلموا وانا عايزين ناخد حقنا، مش ناخد حقنا، وخلي ابني ياخد حقه، ده اسمه قصاص. بالظبط كده، ده اسمه قضاء. بس احنا بنتكلم في الحاجة اللي في ايدينا، القضاء مش في ايدينا، بس احنا بنتكلم في الحاجة اللي في ايدينا. ربوا عيالكم، مش عارفين تربوهم اللي هو على الأخلاق، يعني الأخلاق اللي هو الخير والرحمة والحب، ها، الأخلاق دي. ربوا عيالكم، ومش عارفين تربوهم، رحمة ربنا زي تنزل. ربنا يخليهم طيبين، ربنا يخليهم عندهم رحمة. تتدخلوا لو الموضوع بعيد عن كده، بعيد عن الفطرة، بس ده التدخل بتاعكم. لكن فيما عدا ذلك ما تتدخلوش، بلاش تتدخلون في العنف بتاعكم وفي الأمراض النفسية اللي عندكم. سيبوا رحمة ربنا تنزل.